تنبيه مهم جدا يا جماعه، الحلقه دي للناس الطيبين، بس مش علشان تشخص نفسك وتاخد علاج لروحك، لا، عشان تجري تروح لدكتور العظام. مشاكل الكتف هم 4، ما بتخرجش بره ال4، مش هتلاقي الخامس، هم 4 حاجات. تعال اقول لك هيحصل ايه في كتفك. صلي بينا على النبي الاول في الكومنتات، وهقول لك على حاجه جميله كده هتفهم منها الفوله بتاعت الكتف كلها. اول حاجه، التهاب في اوتار الكتف، تيجي حضرتك ترفع كده الم من بدايه الرينج لغايه قبل 90 الم. وتاني حاجه، اختناق برضو في نفس وتر الكتف، الوتر اللي خارج من هنا بيورم ويتخن نتيجه التهابه، ويبدا يتزنق ما بين عظمتين في الحته دي، يبقى يتحول من التهاب عادي في الوتر لاختناق. الدرجتين دول علاجهم تحفظي، يعني ادويه عاديه كده وعلاج طبيعي وبتخلص. في مشكلتين تانيين بقى. المشكله الثالثه بتيجي مع اهالينا مرضى سكر الغلابه، بيبقى في حاجه اسمها فروزن شولدر، الكتف المتجمد، وبالتالي بيخضع لجزء دوائي كده وعلاج طبيعي لوقت طويل شويه، بس ان شاء الله بيخف مع الجلسات. المشكله بقى الكبيره والكارثه في قطع الوتر، وده غالبا ما بيقدرش يرفع كتفه لفوق، ولو رفع كتفه بيرجع يقع منه تاني والالم بيبقى رهيب. غالبا محتاجين هنا جراح عظام يعمل له منظار كتف عشان يعالج له المشكله ويرجع يثبت له الوتر في قلب العظمه تاني، وده غالبا بيقوم بيها سيد اخصائي جراحه العظام او استشاري العظام، وبيعمل عمليه منظار كتف. وعشان ما نخشش في تفاصيل كتيره ونفهم كده اول مشكلتين في الكتف، لازم نعرف ان علاجهم تحفظي وبيخلص كده كده بالعلاج الطبيعي. بس اصلا هم جولي من ايه يا جماعه؟ الاستعمال المتكرر والاستعمال الزايد لمفصل الكتف، ان انت مثلا بتعمل حركه بدراعك من تحت لفوق بشكل متكرر. واحده ست مثلا مستفرده بالبطانيه ولا بالمرتبه بتاعتها وماسكه المنفضه وعماله تضرب فيها علقه بقالها اكتر من تلت ساعه، طخ 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 في مرتبه السرير. طب انت مش عايزه يجيلك التهاب في الوتر؟ طب واحده قاعده بتنفض في بطانيه بتنفض فيها بقالها سنه، وبرضه تكرار استعمال الحركه، والعضلات اصلا بتاع ستاتنا ضعيفه، فتكرار الاستعمال او التحميل بشكل مفرط على المفصل بيعمل التهاب في الوتر. ازاي مش هيلتهب؟ هيلتهب الوتر. بالنسبه بقى لشبابنا ورجالتنا اللي بيستعملوا بقى اوزان كبيره قوي في بدايات التمرين، يا ابني انت لسه مش جاهز انك تشيل الحمل ده، بشيله ليه يا حبيبي؟ طب سخن الاول، طب خليك تصاعدي في الاوزان. بيحصل ان انت داخل كده عامل نفسك هيركليس كده في بدايه التدريب، فداخل بتشيلي 50 و60 وانت لسه بتسمي بالله، فبيحصل التهاب في الوتر. بالنسبه للكتف المتجمد، هو بيلتهب والست دي مريض السكر وسكرها غالبا بيكون عالي، ودي تبقى متورطه في المشكله. وان شاء الله يعني مع تظبيط السكر والعلاج الطبيعي، الدكاتره بتاخد كذا سكه في الموضوع ده. في واحد بيحركها لها تحت تاثير مخدر، بتاخد علاج طبيعي حوالي من 6 شهور لسنه، بس في الاخر باذن ربنا هتخف. المشكله الكبيره بقى في الاستعمال المفرط للقوه. يعني ايه استعمال المفرط للقوه؟ يعني هي كانت مفتريه او هو كان مفتري وحمل على مفاصله بشكل مفرط قوي، يعني جه يشيل حاجه هو يعني بذل جهد رهيب لدرجه ان هو شالها بشكل مفاجئ ورفعها مره واحده، وبالتالي راح جاي قاطع لي وتر. ودي غالبا ملهاش حل غير تدخل جراحي ومنظار كتف مع استشاري جراحه العظام. معاكم دكتور محمد حسنين، استشاري التغذيه العلاجيه والعلاج الطبيعي.